ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احيانا بنعتقد ان المدح هو الطريقة المثالية للتعامل مع الاطفال، لكن الحقيقة ان التشجيع هو انسب طريقة ان احنا نطلع شخصية مستقلة ومسؤولة عند الاطفال. النهاردة هنتكلم عن الأداة الرابعة من أدوات التربية الإيجابية، وهي التشجيع والمدح، ونعرف الفرق ما بينهم. المدح هو ان احنا نقول للطفل انت كويس، انت شطورة، انا فخور بيك. لو قلنا كده للطفل باستمرار، ده بيخليه يعتمد على رأي الناس فيه، ودايما مستني التقييم الخارجي من اللي حواليه. ده ممكن يوصله انه كل ما يعمل حاجة صح بيبقى محتاج من اللي حواليه دايما ان هم يأكدوا له ان هو صح، على عكس التشجيع اللي احنا دايما بنركز فيه على الجهد المبذول. يعني مثلا لما الطفل يعمل حاجة كويسة هنقوله انت تعبت جدا علشان توصل للي انت وصلت له، او اكيد انت فخور بنفسك علشان قدرت توصل للي انت وصلت له. وده بيساعده ان هو يقيم نفسه بنفسه ويحس دايما بالانجاز اللي هو عمله. طب ايه اثر التشجيع والمدح على شخصية الاطفال دي لما تكبر؟ غالبا الطفل اللي متعود على المدح بيكون معتمد على الآخرين في تقييم نفسه. يعني لو مفيش حد مدح اللي بيعمله أو كافئه عليه هيحس بالإحباط، وهيحس إن هو مش قادر يكمل اللي هو بيعمله. وده بيخليه عايز يكون مثالي طول الوقت علشان يعجب اللي حواليه، وبالتالي يتعرض للمدح. فدايما هيكون عنده خوف من الفشل وإنه ما يلبيش توقعات اللي حواليه. أما الطفل اللي متعود على التشجيع من وهو صغير فهيكون عنده ثقة بنفسه، وده لأنه متعلم إنه قادر على النجاح بجهده الشخصي، ولانه عارف ان انجازه ده نتيجة لتعبه ومجهوده. هيكون قادر ان هو يعتمد على نفسه ويحل مشاكله بنفسه ويتخذ قرارات بناء على اعتماده على قدراته. المدح دايما بيشجع الطفل ان هو يسعى ورا التقدير الخارجي، لكن التشجيع بيشجعه على تقدير نفسه بناء على مجهوده ونتائج عمله. في الاخر عايزة اقول ان هو ده دورنا الحقيقي في حياة اطفالنا، ان احنا نبقى مدركين اثر كلامنا وتصرفاتنا معاهم، على قد ما ممكن يكون بسيط دلوقتي لكن تأثيره كبير قوي على شخصياتهم في المستقبل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.